احسن 3 لعيبه واسوأ 3 لعيبه ريال مدريد النهارده في ماتش الكلاسيكو، الفقره اللي لسه عاملينها جديد ودي تاني مره تتعمل. نبتدي بالاحسن المره دي. تالت احسن لعيب في ريال مدريد النهارده وده رايي الشخصي هو كامافينجا على المجهود اللي عمله. تيد جونزالو في المركز الثاني لمجرد بس ان هو شاب في سنه ده واول مره يتحط في موقف زي ده تقريبا ويعمل الاداء اللي كان عامله. هو ضيع حاجه كان ممكن تقلب الماتش كله حرفيا وتكسبك عادي، بس مقارنه باللي عامله فده يشفع له الصراحه. احسن لاعب في ريال مدريد النهارده، وانا عارف ومتاكد مليون في الميه ان في ناس هتتعترض على الكلام اللي انا بقوله وفي ناس تطلع تقول لك ده انت يا عم انت عايز تبقى روش ومختلف وبتاع. انا راجل بتفرج على الماتش وبقول لك رايي، انت رايك انت حر فيه. انا شايف ان راؤول اسينسيو هو احسن لاعب في ريال مدريد النهارده. كميه الضغط اللي اتضغطت العظيمه اللي بيعملها برشلونه وهم متعادلين على راؤول اسينسيو العيل الصغير وقدر يستحمل حاجه زي كده، دي الصراحه يعني في حته ثانيه. تقول لي بقى ده حط جول في نفسه وبتاع، ما حطش جول في نفسه، هو الكره اتشاطت عادي جدا، الكوره ضعيفه جدا وهو الراجل بيحط رجله وعاكس اتجاهها ودي مش غلطته نهائي. بالمناسبه قبل ما نخش على اسوأ 3 لعيبه، اول حاجه اتمنى يعني ما بقاش خسران وما تعملناش فولو على المجهود اللي احنا بنعمله، يعني حاول تشاركنا الرحله الجميله دي اول حاجه. تاني حاجه، شفت كذا حد كاتب لي يعني انت لو واخد الفكره دي او فكره احسن واسوأ 3 لعيبه بعد الماتش من حد تاني ممكن تقول او تديله الشوت اوت. انا مش محتاج احلف بس انا فعلا الفكره دي جت في دماغي وفعلا ما شفتش حد عملها قبل كده وما شفتش حد قبلي. بعد ما شفت بقى في الكومنتات الناس بتتكلم عن حاجه زي كده لقيت في ناس عاملاها فعلا يعني، بس انا فعلا ما كنتش عارف ان انا بظلم تشاوميني دلوقتي، بس دي حاجه، ده الامر الواقع، ده النتيجه. هو بيلعب في مركز غير مركزه ومطلوب منه ادوار فوق امكانياته كلاعب خط نص وبيرجع يغطي على السنتر باك في احيانا كتير قوي يبقى سنتر باك، بس دي مش مشكلتي. النتيجه واحده، ان هو كان مقدم اداء سيء النهارده في المركز الثاني. المركز الثاني فينيسيوس جونيور، وقول زي ما انت عايز تقول، يا هتلاقي ناس، والله انا متاكد هتلاقي ناس بتقول لك ده كان عامل ماتش كويس عشان كام اللقطه اللي عملها والكوبري اللي عمله الكوندي وبتاع. براحتك يعني، ده وجهه نظر. واخيرا اسوأ لاعب من وجهه نظري، مش عشان هو وحش بس على قد ما انا كنت منتظر منه اكتر من كده بكتير، اردا جولير. نزل الدقيقه 60 حرفيا انا ما استفدتش منه باي حاجه. كور كتير قوي بيتاخر فيها وحاجات كتير قوي بيخاف ياخد فيها الريسك وكور كتير قوي بتبقى قدامه مهمه جدا وبيلعب الاسهل عشان خايف ياخد الريسك ده. حضرتك كواحد المفروض تصنع لي الفارق، لو انت اللي ما خدتش الريسك مين اللي هياخده؟ ريال مدريد اللي اخده مغري.